معجنات بالتمر أو الشرك، وقسم يسموها المعروك. ممكن تسووها بحجم متوسط أو حجم صغير وتفيد بالشغل والمدارس، ويا شوية قشطة واستكان شاي عالم ثاني. لتحضير العجينة خليت حليب ويكون دافي، وضفت له الخميرة والشكر. وراها خليت زبد مايع وبيضتين ويكونون بدرجة حرارة الغرفة، وضفت شوية من البيكنج باودر ورشة من الملح. وآخر شي درت الطحين وعجنتها، دهنت وجهها بشوية زيت وغطيتها وقفتها ترتاح مدة ساعة كاملة. لتحضير التمر استخدمت عجوة تمر، وضفت لها شوية زبد والمطيبات حسب ذوقكم، بس أني خليت هيل وحبة حلوة. العجينة ورا ما اختمرت قسمتها وكورتها إلى شنق، وقفتها ترتاح مدة 10 دقايق. وراها فتحتها وحشيتها بالتمر، لفيتها وسويت بها شرائح بالسكين، ورجعت برمتها وسديتها. وآخر شي بالمقص قصيت الحواف مالتها. وبالنسبة للشكل الثاني خليت التمر ولفيت العجينة وقلبتها، قسمتها وزينتها بالسكين وعفتهم يرتاحون مدة ربع ساعة. وراها بيضتها وزينتها بشوية من السمسم وحبة البركة. دخلتها بفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 350 فهرنهايت مدة ربع ساعة، وآخر دقيقتين فتحت الشواية فوق، وبس بالعافية.